كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم وعلى أسركم جميعا. تعالوا نشوف ملامح استقبال شوارع ومناطق وأحياء مصر لشهر رمضان المبارك. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. يلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا المتنوعة النهاردة. هنبدأ رحلتنا من هنا واحنا موجودين في شارع بورسعيد وموجودين في ميدان باب الخلق، وهندخل مع بعض على منطقة بتتجلى فيها ملامح شهر رمضان بشكل مش طبيعي، وهي منطقة تحت الربع اللي موجودة على يمنا دلوقتي، واللي من بداية شعبان ويمكن قبل كده كمان بتتحول لكرنفال رهيب من الألوان، ألوان الفوانيس، ألوان الأقمشة، ألوان اللعب، وكل حاجة بتشوف فيها رمضان بشكل كبير جدا. احنا بالفعل دخلنا على شارع احمد ماهر، وهو الشارع اللي بيمتد من هنا من ميدان باب الخلق وبيوصل معاك لغاية شارع سكة حديد المحجر اللي هي قريبة كده من ميدان القلعة. زي ما حضراتكم شايفين اول ما تدخل هنا هتحس انك دخلت جوه رمضان مباشرة. المنطقة ملامحها بتتغير تماما، بتتملي يعني بالحاجات المفرحة والمبهجة واللي احنا كلنا بنحبها سواء كنا كبار او صغيرين. وسط الاثار والحضارة بتتمشى هنا وبتحس بنسيم رمضان الكريم، فوانيس وزينة من حواليك وقماش ونور بيحوطك من كل ناحية. يعني انا بس بجري الصورة شوية عشان الزحمة اللي موجودة، لان طبعا بتبقى الدنيا هنا زحمة بشكل كبير. وبالفعل عدينا الجزء ده، وزي ما حضراتكم شايفين فعلا بتحس ان رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل وكل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها على يميننا وشمالنا هي دي التفاصيل اللي بتميز رمضان في مصر. بعيدا بس عن الزحمة ويمكن التوك توك كده اللي بنشوفه، يعني اللي نتمنى ان احنا نتخلص منه في اقرب فرصة ممكنة. شارع احنا موجودين في شارع تجاري مهم، هتلاقوه يعني طول السنة، هو شارع من الشوارع التجارية مش في رمضان بس، موجود حوالينا هنا وفي كل الشوارع الجانبية. يمكن عدد ضخم من الورش اللي بتصنع الفوانيس اللي حضراتكم شايفينها يميننا وشمالنا. الناس بقى ومع بدايات شهر شعبان بيجوا هنا ويشتروا فوانيس ومنتجات رمضان، واللي هتلاحظ ان كل سنة بيخترعوا ويبتكروا حاجات جديدة تانية. يعني تقريبا كل حاجة بتستخدمها في البيت هتلاقي ان في منتج مليان بملامح وتفاصيل رمضان موجود هنا. طبعا الفوانيس يعني زي ما حضراتكم شايفين هي اللي محوطانة في كل حتة، يعني وبيفضل الفانوس الصاج القديم ليه روح مختلفة. عدد كبير من الناس ما زالوا بيحبوه وبيقبلوا عليه رغم وجود حاجات أحدث وأشيك. لكن يعني ما تفهمش كده الفانوس الصاج ده بيشدك كده إنك تشتريه كل سنة. اتفرج واستمتع وتمشى واشتري وافرح واتبسط وانبهر وحس بجمال مصر وحس بتاريخ وعراقة مصر وانت بتتمشى هنا في تحت الربع وفي القاهرة التاريخية والقديمة. جيب ولادك معاك وانت بتشتري الحاجات دي، هيستمتعوا جدا وهيفرحوا جدا وانت بتشتري الفانوس من المناطق التاريخية القديمة، وهيحسوا بجمال بلدهم. بالفعل موجود هنا يمكن عدد من المهن المختلفة خلاف طبعا صناعة الفوانيس في تحت الربع. والشارع قدام شوية هنا ومن عند مسجد المؤيد شيخ اللي موجود على شمالنا دلوقتي، ممكن تدخل شمال على الغورية اللي هتوصلنا لشارع الأزهر والحسين، وكمان ممكن تدخل يمين على شارع من أجمل الشوارع اللي بتشم فيها ريحة رمضان كده، وهو شارع الخيامية. تعالوا بقى مع الزحمة دي ننزل نتمشى على رجلينا ونتفرج على كل ده من قريب. رجعنا بقى لبداية الشارع، وزي ما حضراتكم شايفين كده ادي الفانوس الصاج اللي كنت لسه بكلمكم عليه، واللي عدد ضخم جدا من الناس بيحبوه جدا وبيحبوا ان هم يشتروه كل رمضان، ويجيبوا الأحجام المختلفة وكل رمضان يشتروا شكل مختلف من الفانوس ده اللي يعني كلنا واحنا صغيرين اتربينا عليه. كنا زمان بنحط فيه شمعة كده، ولكن مع الوقت بدأ الفوانيس يقدروا ان هم يحطوا فيها سلك ويحطوا فيها لمبة، فبقت بتتنور بشكل أكبر وأفضل. زي ما حضراتكم شايفين أشكال مختلفة وأحجام مختلفة من الفوانيس. طبعا في عدد من الناس بيشتروا الفانوس ده بيحطوه في البيت، طبعا لو الفانوس اكبر شويه ممكن يحطوه على باب العماره كده، ولو الفانوس اكبر واكبر ممكن يتحط قدام باب مول وممكن يتحط قدام باب محل مثلا من المحلات التجاريه. اشكال مختلفه، الوان مختلفه فعلا، وانت بتتمشى في المكان هنا
هتحوطك الانوار، طبعا لو بالليل كمان هتحوطك الانوار بشكل كبير. يمكن زي ما حضراتكم شايفين شكل هلال كده من الاهله، واشكال من الفوانيس الصاج كده بشكل مختلف ومدهونه كده بشكل او بالوان مختلفه. زي ما حضراتكم شايفين الكلمه كده والاقمشه والسجاجيد اللي الوانها مبهجه بالفعل موجوده هنا. وزي ما حضراتكم شايفين الشخصيات الكرتونيه الخاصه بقناه ام بي سي، وفطوطه موجود قدام حضراتكم، والالوان المختلفه، وشجيع السيما وعمو فؤاد وبوجي وطمطم. وتلاقوا برضو هي مجموعة من الصواني كده اللي هتلاقي فيها أشكال رمضان. زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم مجموعة كده من الشلت والبوفات كده اللي ممكن برضو تشتريها، واللي فيها بتتجلى ملامح شهر رمضان والألوان الرائعة جدا. يمكن في برضو هنا الألعاب بتاعت الأطفال اللي على شكل الشخصيات الخاصة برمضان. وقدامكم برضو سجاجيد من السجاجيد اللي موجود فيها الشخصيات الخاصة بالكرتونية بقناة ام بي سي اللي بقت يعني بتنتشر بشكل كبير، وهي مجموعة من الطبل كده. وزي ما بقول لحضراتكم هتلاقوا كل شيء ممكن تكون بتستخدمه هتلاقي موجود فيه شيء بيدل على رمضان. تلاقي فيه يعني الطبليات كده، هتلاقي فيه المجات اللي موجود عليها اشكال رمضان. وزي ما حضراتكم شايفين الاقمشه اللي بتميز رمضان بالوانها المختلفه، سواء اللون الازرق زي ما حضراتكم شايفين او اللون الاحمر اللي منتشر واللي يمكن شهير بالاقمشه اللي بتتعلق بقى في البيوت. زي ما حضراتكم شايفينها دي الاتواب اللي بيتباع منها الاقمشه. طبعا الاقمشه دي بتتباع بالمتر، بتيجي بقى تشوف انت المساحه اللي انت محتاجها وبتشتري منها، وبتقدر بعد كده ان انت تقص الاقمشه دي وتعمل منها اشكال مختلفه تحطها، ممكن تستخدمها كمفارش مثلا جوه البيت. زي ما حضراتكم شايفين ده يمكن شكل مختلف من اشكال الفوانيس، شكل جديد كده بلون اقرب للون النحاس كده، ولكن جميله جدا، معمول منها يعني مدفع رمضان اهو قدام حضراتكم، واشكال مختلفه من الاهله واشكال مختلفه من الفوانيس وباحجام مختلفه. وبصراحه شكل الفانوس ده وهو منور بيبقى رائع جدا صراحه، يعني بيبقى مميز جدا، ولكن طبعا بيكون سعره اغلى من الفوانيس العاديه او الفوانيس الصاج اللي كنا بنتفرج عليها واللي هي ماليه المكان هنا. ويمكن في بنت صغيرة كده حبت ان هي تاخد صورة تذكارية وهي وراها الكم الضخم جدا من الفوانيس اللي حضراتكم شايفينه، ووراها كمان الآثار الإسلامية الرائعة جدا اللي موجودة في المنطقة التاريخية والعريقة اللي احنا بنزورها مع بعض النهاردة. وادي شكل تاني من اشكال الفوانيس اللي هي الفوانيس القماش اللي بتتعمل كده على الصاج، وبعدين بتتكيسي كده بالاقمشه المختلفه لشهر رمضان. زي ما حضراتكم شايفين هتلاقي فيه يعني زي ما حضراتكم شايفين كده وانت واقف كده هتلاقي فيه فوانيس معديه طولك بشكل كبير، يعني ارتفاعها بيعدي الاتنين او الاتنين ونص متر. زي ما حضراتكم شايفين ويعني عدد ضخم جدا من المنتجات وعدد ضخم من المحلات والفرشات اللي موجوده. يمكن في طرابيش كمان موجوده قدامكم، وادي الطبليه اللي كنت لسه بقول لكم عليها واللي عليها اشكال رمضان، والاطباق والصواني، وزي ما حضراتكم شايفين كده العرايس اللي الاطفال بيحبوها جدا، والاهله اللي موجوده قدام حضراتكم، والتوك توك اللي بيعدي ده برضو يعني اللي اتمنى انا دايما يعني ضد التوك توك ده بشكل كبير، لكن هو يعني يمكن بيحل في بعض المناطق الزحمه دي والضيقه، بيحل يعني مشكله المواصلات في دخولها للمناطق دي. يعني فعموما احنا زي ما حضراتكم شايفين يمكن قدامنا دلوقتي اهو باب زويلة اللي موجود في المنطقة هنا، واللي بيدخلك على الغورية، واللي منه بتوصل لشارع الأزهر واللي حي ومنطقة الحسين. وعلى يميننا دلوقتي موجود شارع الخيامية الرائع والجميل. احنا هننتقل بقى من هنا من شارع أحمد ماهر باشا ومن تحت الربع ونروح نزور سوق الساحل. احنا كده في شارع كورنيش النيل ورايحين على سوق الساحل، مقر ومنبع البلح واليميش في رمضان. هتلاقوا هنا وزي ما شفنا الفوانيس والزينة في تحت الربع، فهنا بقى هتلاقوا عدد ضخم من تجار البلح واليميش موجودين هنا في الساحل. هندخل مباشرة كده على شارع عبد القادر طه من تحت كوبري الساحل اللي موجود فوقينا دلوقتي، وهنشوف مع بعض شكل وملامح المكان. واللي زي ما قلنا في تحت الربع فمن قبل حتى شعبان المكان هنا ملامحه بتتغير زي ما حضراتكم شايفين. التجار بتنتشر بشكل كبير جدا على يمين وشمال الشارع،
وهتلاقوا كمان التجار موجودة في كل دروب وتهاليز والشوارع المتفرعة من الشارع اللي احنا دخلناه بالفعل. زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا كده فرشين شويلة البلح وشويلة اليميش اللي بتميز شهر رمضان الكريم. كان شكل الشويلة كده وانت بتتفرج عليها في المكان اللي احنا فيه هتحسسك كده ان انت رجعت العصر المماليك او العصر العصور القديمة. هتلاقي هنا طبعا كل انواع البلح وكل انواع التمور. هتلاقي هنا قمر الدين، هتلاقي العرقسوس، جوز الهند، الزبيب، مستلزمات اكلات وحلويات شهر رمضان المبارك. يعني يمكن احنا عدينا الجزء ده، وبعدين بعد الجزء الصغير ده هتلاقي بقى عدد ضخم جدا من التجار زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، والجزء اللي على شمالنا هو اللي فيه العدد الاكبر. كل الكلام ده هنتفرج عليه مع بعض دلوقتي، واللي زي ما بقول لحضراتكم هنا بيبيعوا كل انواع البلح. كلنا نعرف اسم وكالة البلح اللي كانت بدأت فعلا بتجارة البلح، واللي كان اغلبه بيجي من اسواق الصعيد من خلال نهر النيل على هنا او قريب من هنا. وبعدين مع الوقت اتنقلت بقى التجاره هنا للساحل، وبقت وكاله البلح مشتهره بالملابس وبقطع غيار العربيات. هننزل من العربيه ونتفرج من قريب. زي ما حضراتكم شايفين اهو بدات نزلت بقى وبوريكم الانواع المختلفه من انواع البلح. يمكن في عدد من التجار بيسموا البلح ده على اسماء مختلفه، يعني كنوع من انواع الطرفه يعني. لكن الانواع اللي موجوده من البلح كبيره جدا. وزي ما بقول لكم هي التجاره دي اتنقلت لهنا في الساحل وبتبقى نشيطه جدا في شهر رمضان. طبعا الناس بتاخد البلح ده بتحب تعمل الخشاف. عارفين ان احنا موضوع الخشاف ده اللي بيبقى موجود اساسه طبعا بيكون البلح، لكن بيتحط معاه حسب بقى الرغبه مجموعه من المكسرات او المشمشيه او القراصيه. عموما في الناس بتعمله بشكل مختلف. طبعا بيجوا هنا كمان عشان يشتروا يميش رمضان. ناس بتحب ان هي تعمل الحلويات، الكنافه والقطايف والجلاش، وبيحشوا كل ده بالمكسرات، البندق والجوز وعين الجمل اللي هتلاقيها موجوده. يمكن قدامكم اهو المشمشيه، قدامكم الزبيب، القراصيه، قمر الدين، الكركديه موجود هنا برضو في شوال من الاشوال اللي موجوده هنا في سوق الساحل. وزي ما حضراتكم شايفين بحاول استعرض لكم بقى بالكاميرا كده اشكال المحلات المنتشره هنا بشكل كبير وانواع البلح يعني اللانهائيه. هتلاقي عدد ضخم جدا من الانواع هنا، سواء كان البلح الطري او البلح المتوسط النشوفيه كده او البلح الناشف هتلاقيه موجود هنا. لكن بصراحة الأسعار السنة دي أسعار مرتفعة بشكل كبير، وعشان يعني الناس برضو تفرح وتتبسط بشهر رمضان يعني بيقللوا بقى من الكميات اللي بيشتروها. يعني بدل اللي كان بيشتري كيلو بدأ يشتري نص كيلو، اللي كان بيشتري نص كيلو بدأ يشتري ربع كيلو، بحيث ان برضو في الاخر يبسطوا ولادهم ويبسطوا اهلهم بان هم اشتروا حاجات رمضان وقدروا ان هم يفرحوهم. زي ما حضراتكم شايفين في واحد اهو بيشتري قمر الدين قدام حضراتكم. يعني عموما شكل المحلات وشكل البلح المنتشر هنا يعني هتفرح بيه جدا، وهتفرح بشكل يميش رمضان اللي موجود قدام حضراتكم، الزبيب والقراصية. وما زلت بحاول استعرض لكم شكل المكان بصفة عامة، بحيث انك تقدر تيجي من هنا عن طريق شارع كورنيش النيل زي ما احنا جينا كده من بعد كوبري امبابة هتلاقيه على يمينك، او زي ما قلنا ان هو تحت كوبري الساحل. وممكن تيجي برضو من رود الفرج او من شارع شبرا. انا رجعت مرة تانية للعربية بقى وهخرج بيكم من المكان هنا على شارع كورنيش النيل مرة تانية. طبعا البلح والتمر في رمضان شيء مش ممكن تستغنى عنه، لانه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. طبعا يعني البلح اللي حضراتكم شايفينه على يميننا وشمالنا هو من أغنى أنواع الفواكه في السكريات الطبيعية. كمان هو من أرخص أنواع الفواكه في السكريات الطبيعية. ويمكن السكريات دي الميزة فيها إن هي سريعة الامتصاص وبتمد الجسم بطاقة كبيرة جدا بعد ما تاكلها بوقت قليل. وده يمكن من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها في التمر وفي البلح. حضراتكم شايفين المكان كمان هتلاقوا فيه الزينة بدأوا بقى يعلقوا زينة رمضان بشكل كبير زي ما حضراتكم شايفين جوه سوق الساحل اللي مليان بمحلات بيع البلح ومليان بمحلات بيع اليميش. انا هطلع بقى من المكان هنا مرة تانية، اول ما نقرب كده على كورنيش النيل هننتقل عشان نتفرج على ملامح شهر رمضان في مكان تاني في القاهرة.
يمكن ملامح شهر رمضان بتلاقيها اكتر في المناطق القديمة من المناطق الاحدث نسبيا. الملامح شهر رمضان الحقيقية بتلاقيها في القاهرة القديمة وفي ضروبها وفي دهاليزها المختلفة، وده بنحسه على مر العصور، وإن كان الأحياء الأحدث بدأ يبقى فيها بعض الملامح دي بتنتشر سنة عن سنة. زي ما حضراتكم شايفين احنا قربنا خلاص نخرج على شارع كورنيش النيل، وما زالت تجار البلح موجود على يميننا وتجار اليميش موجودين. تجار البلح موجودين على شمالنا وتجار اليميش موجودين على يميننا، وخارجين دلوقتي من تحت كوبري الساحل زي ما حضراتكم شايفين، خارجين مرة تانية على شارع كورنيش النيل. وهننتقل من هنا من شارع كورنيش النيل ونروح بقى على شارع الأزهر. موجودين دلوقتي بقى في منطقة من المناطق الجميلة والعريقة واللي أنا بحبها بشكل كبير جدا. موجودين في شارع الأزهر ورايحين نشوف المنطقة المحيطة بالجامع الأزهر، ونشوف الجامع من جوه، ونشوف كمان مسجد سيدنا الحسين بعديه. يعني زي ما حضراتكم شايفين بقى رمضان هو شهر الصوم، شهر الدعاء، شهر الذكر. زي ما حضراتكم شايفين جنب الجامع الازهر هتلاقوا بقى عدد ضخم جدا من المحلات اللي بتبيع المصاحف وبتبيع الحوامل بتاعه المصاحف بشكل مختلف، وبتبيع سجاجيد الصلاه وبتبيع السبح وبتبيع العطور وبتبيع يعني منتجات مختلفه. زي ما حضراتكم شايفين دي السبح اللي موجوده قدام حضراتكم، يمكن هتلاقوا معاها كده يعني بعض المنتجات الاثريه، يعني لان هي في عموما احنا قريبين من خان الخليلي، في عدد من السياح بيعدوا من هنا، لكن هم مختصين اكتر بسجاجيد الصلاه وبالعصيان زي ما حضراتكم شايفين قدامكم، وبعض الطواقي كده والطرابيش اللي موجوده في الجزء اللي قدام مباشره الجامع الازهر، في المنطقه الجميله اللي احنا بنزورها دلوقتي وبنشوف ملامحها بشكل كبير قبل دخول شهر رمضان. وطبعا المنطقه هنا بتتميلي بعدد ضخم جدا من المصلين اللي بيجوا يصلوا التراويح في الجامع الازهر او اللي بيصلوا التراويح في مسجد سيدنا الحسين. وبعد كده الناس بقى بتخرج من الجامع الازهر وممكن تشتري منتج من المنتجات اللي قدام حضراتكم. ادي التصميم المعماري الرائع جدا للجامع الازهر اللي موجود قدام حضراتكم، وهندخل دلوقتي نشوفه من جوه. لكن بعد ما نستعرض الشارع اللي جنب الجامع الازهر مباشره، وهو ده اللي قدامكم، يمكن باين من بعيد مسجد سيدنا الحسين، وموجود هنا برضو بعض المحلات اللي بتبيع يميش رمضان، الكركديه والخروب والتمر هندي والعرقسوس والجوز واللوز يعني والبندق وعين الجمل، يعني عدد كبير جدا من المنتجات اللي موجودة هنا. هتلاقوا برضو يعني اهو موجود اشكال مختلفة من سجاجيد الصلاة بانواع مختلفة هتلاقوها موجودة هنا. وهتلاقوا بعض الدكاكين القديمة كده اللي بتبيع احجام واشكال مختلفة من المصاحف. وهتلاقي هنا كل اللي ممكن تحتاجه، يعني هتلاقي المصحف الطبيعي العادي، مصحف المدينة، هتلاقي فيه المصحف المفسر، يعني هتلاقوا أعداد كبيرة جدا من المنتجات موجودة في الشارع اللي مجاور تماما للجامع الأزهر، واللي بيدخلك كده من ورا على بيت زينب خاتون، ومنطقة من المناطق الجميلة اللي في رمضان بالليل بتكون رائعة جدا. هنزورها ان شاء الله خلال ايام شهر رمضان. وقدامنا هو زي ما حضراتكم شايفين شارع الازهر، ومن بعيد باين مسجد سيدنا الحسين. وتعالوا ندخل الجامع الازهر. دخلنا كده على الجامع الازهر من جوه، وزي ما حضراتكم شايفين ساحة الجامع الازهر الرائعة، واللي هو يعتبر من اهم مساجد مصر، بل يمكن ممكن نقول ان هو اهمهم. المسجد هنا واحد من يعني ممكن نقول انه من معاقل نشر وتعليم الاسلام عبر العصور المختلفة، وهو جزء من مؤسسة الازهر الشريف، واتبنى في بدايات عهد الدولة الفاطمية في مصر، وكان اسمه الاول جامع القاهرة، ويعتبر اقدم اثر فاطمي قائم في مصر. وتسمى الازهر في الاغلب تيمنا بفاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد هو تاني اقدم جامعة قائمة بشكل مستمر. وكان الجامع الازهر هو الاول في تأدية دور المدارس والمعاهد النظامية. يعني هنا في رمضان بقى بيصلوا التراويح 20 ركعة بجزء كامل يوميا. هو فعلا من بداية ونشأة الأزهر فهو جامع وجامعة. هننتقل بقى عشان نشوف مسجد سيدنا الحسين.
زي ما شفنا ساحة المسجد أو الجامع الأزهر، الساحة هنا وساحة مسجد سيدنا الحسين في رمضان بتتميلي عن آخرها بكل الزوار من أهل القاهرة، من سواء من الساحة أو الجامع اللي احنا دخلناه بالفعل، بيتملوا من أهل القاهرة أو أهل المحافظات اللي بيجوا يزوروا مسجد الإمام الحسين. ناس هنا بتصلي العشاء والتراويح وبتستمتع بروحانيات المكان في رحاب سيدنا الحسين. مسجد هنا تاريخه بيرجع للعصر الفاطمي واتبنى سنة 1154، وجوه المسجد هنا حجرة صغيرة كده بيعتقد انها بتضم عدد من الاثار النبوية زي سيف الرسول صلى الله عليه وسلم وخصلة من شعره وحاجات تانية. هننتقل من هنا بقى من قدام المشهد الرائع لمسجد سيدنا الحسين، وهنروح على شارع بورسعيد. زي ما حضراتكم شايفين بقى احنا بقينا موجودين في شارع بورسعيد، وقدامنا شارع الموسكي، حيث الزحمة بقى الرهيبة اللي بتتميلي بيها هو المكان ده عموما بيبقى زحمة، ولكن قبل شهر رمضان بتبقى الزحمة بتزيد. دخلنا جوه حارة اليهود يعني نتفرج عليها، لكن بصراحة انا دخلت جوه وبصراحة ما عرفتش اصور بشكل موسع، وما قدرتش لان الزحمة كبيرة جدا والحارة ضيقة بشكل كبير زي ما حضراتكم شايفين. لكن يعني هنشوف بشكل كده سريع شكل او ملامح استقبال حاره اليهود لشهر رمضان، موجود فيها عدد كبير من المنتجات الخاصه بشهر رمضان وزينه رمضان الرائعه موجوده في حاره اليهود اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وبنشوف يعني بعض ملامحها قبل بدايه شهر رمضان في مصر. يعني احنا كده خرجنا مرة تانية على شارع بورسعيد. اتمنى ان رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.